بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. العقدة من لساني يفقهوا قولي. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة مع الأسئلة والله المستعان. راجين من الله تعالى التوفيق والسداد والقبول، أن ينفعنا بما نعلم وأن يعلمنا ما لا نعلمه وأن يلزمنا السداد والقبول إنه سميع مجيب. رقم الدرس الليلة بالنسبة للأسئلة 236، والحمد لله رب العالمين. قالوا ان الصحابة انهاهم القرآن عن يسولوا يكثروا الأسئلة، وجعلهم من الأسئلة لا حوالي 12 سؤال، وعادوا يتمنوا يجبروا حد من أهل البادية ما فات قمز ولا عالم بالقمزية اللي هو النهي، كانوا يتولى السؤال. كانوا يتمنوا يجي حد طاري ما هو عالم بالنهي، كانوا يتولى السؤال يسلكهم ويجبروا أسئلة تحل لهم بعض المسائل. والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لأن من أشد الناس معصية حد سوى العنشي لا نوع من التنطع كرة الأخبار، سأل عن مسألة ما كانت حرام فحرمت بسبب سؤالي. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والأسئلة في زماننا اليوم ياسرة وكلها يصب من قده. كثر العلماء وكثر المتعالمين ما هم علماء غير قصرة، وعادت الساحة متخومة من كثرة الناس اللي تفتي. قل المولانا تسوى لرقاه ويقول لك لا أدري والله حنيني والله يريش. الشباب يفتي والكهولة يفتوا ولياع الفتوى والتلفزة الفتوى ولن ترقع ياك يا عنتير اللهم لا ماشي يخبطوا. هذه المواقع لا معدل الناس قاعدة تسول ولا تقرأ لا يا ابويا وهاي لا افتح الموقع الفلاني واتصل لك في عالم زي بليلة ونسول ويطلع لك الرواية. قال لي رقاش وراه في طبقات الأرض. قال لي احنا قال لي ذو الدعاة ما نسولوا علماء موريتاني ولا نقبوا منهم العلم. عندنا علماء مرق من اتصلوا بيهم وذاك اللي يقولون نعدلوا وتراعوا في قدر من الجماعات المتسجسة وغيرها. واحدين منهم اللي يشوفهم موريتاني يغال افكارهم من الخارج والعلم اللي عندهم تابع العلماء الخارج والمال اللي يحركوا فيه من الخارج ولا يا الله رقاش يكبهم قاع كاملين في الخارج. ما باقي منهم شيخ موريتاني ما هو الشيخ موريتاني به. ولذلك كان يخلق العيد يجنوا الدنيا. العيد يثبت هك والشراب عرفه مقيم فيها العياض. ليلة القدر مقيم فيها العياض. المولد ما كذا ونيترة تخرص هو لك سرك منتور جاي من مرقب اللي هم قاع من العلماء ما هم مرتهم. هذا اللي منكم يعرف ذا يعرف انه حق. واللي منكم معاند وهامه كذا. المعاند ما ينفع في قال حجة ولا البرهان قضيته ذكية. اعليات يطرحوا الاسئلة الله في الخارج والشباب الله في الخارج وواحدين اخرين يصبوا العلم كاي والواحد يعدى المحاضرات ويصب في مسجد الفلاني والبيت الفلانية وهو لا قابض من خالق شيباني مربوط راسه ينقال له جوجل قابضته ماشي يستفتح. انا ماني متكلم للظهر انا جاي اياك نطرح لكم بلاد الحي اياك تقولوا هذا واقع. يقبل من مدة ما يعرفها ومعدل علماء معدل لهم دعاية في العالم إياك يعدلوا علماء وهم ما هم معروفين بالعلم. ويقولوا العلماء وقد قريت اللي منكم كان هون إن حد ما هو معروف بالعلم ومشهور عنده العلم كل فم اللي قد يعترف له الله له. أنا قهوة كلاعي عاد شفار اللي قد يعرف إنه كانوا شفار حق اللي السائقين. الأطباء اللي قد يقول إن كان هذا دكتور متخصص خبير يعرف ومتكايس. لا الفن الهندسة لا الهندسة يلا كل فن يشيق على أهله. لكن اللي عارفه العلماء اللي حقيقيين إنه عالم وذا اللي يقول حق هذا هو اللي عاد يصنت له. واما من هب ودب هذا هو اللي يخلي الامه ويضيعها. ولذلك ياسر من الناس اليوم عاد الله معدل العلماء كيه مرصى يسور ذاك ويسور ذاك ويسور ذاك واللي منهم اهون هو اللي يمشي عليه. الله المرصى تماما ناهي يسول عن الاسعار واللي منها خط تسعير ويشتري من عنده. هذا ماتر العلم هو ما هو مسول. كان عالم كانوا خايف من مولانا كانوا ورع كانوا متأكد كانوا متخلط راسه كان ولذلك يشيك يسولك ويسول ياك ويسول ياك ويسول ياك
ولا ينقر هو من هذا اللي يبقي. هذا متبع لهواه ما هو متبع للشرع. وذا اللي يلود له عرضه هو ما يلود مرضات الملك. ولاهم صور الله تعالى يقول فاسأل به خبيرا، صور الله رقاش خبير. ويقول فاسألوا أهل الذكر الناس المتخصصة تعرف. وأما واحد ما قد تقرأ محضرة ولا قد تقرأ على حد من أهل العلم ولا قطعات عنده أي معنى ينقال له ما كذا، هذا اللي قصرته في سيبة مطروسة موريتاني، مطروسة وتوه موريتاني. علم ينصب كثير الناس اللي يصبوا يغارني تصور عن واحد انت قريت في محضرة ولا قاموا توه يخبط قصرة وتوه ماشي يحلل ويحرم. وذاك الصل قال العالم الفلاني ما هو صحيح وذا ما كذا وانت راك الصحيح. قالوا العلماء ان حد كامل له يصول لابد من يعود معروف عند اهل العلم بانه يعرف. وهذه القاعده يطبقوها من الله يبقى ما له يبقى ما هو رقاش في الامه كم. قالوا الدليل على ان رقاش ما الله يقبل منه العلم منين يفوتين اعرف منه. قالوا لان الله تعالى لما خاطب موسى ولا فات عرف ان مولانا. وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا شاف نار جاي ماشي نافذها وقال مولات خيمته والصبر هون نشوف خالقه نار. احنا قال لها ذاهبي ومربوط روسنا والليله بارده ومظلمه خالقه بان نار ناهي نشيها لان نعرف ذلي كان يشبر عنده حد يستهديني ونعرف الاخبار. احنا قاعمين ينشر النار معدلها النار نودي يا موسى. قالوا نودي يا موسى اول كلمه قالها له علام الغيوب اني انا ربك. يا موسى اعرفني اولا سابق تصلت اللي نقول لك سابق نعلمك وانا علام الغيوب اعرفني قبل ان تسالني واعرفني قبل ان تستفتيني واعرفني قبل ان تتلقى مني العلم. نودي يا موسى اني انا ربك. وفي الآية الأخرى إني أنا الله رب العالمين. أيوة جعلت الشريعة نحد كامل ادعى حتى إلى عاد رسول إن يقولوا إنه رسول يشترط تجيه من الدخرة إن قالوا لابد من معجزة لأن المعجزة كأنها كاشية كأنها ختم كأنها تسيني شاهدة على أن ما تدعيه حق. يريد يجيب لهم معجزة ما قطوا شافوها واضح انك جاي من عند مولانا وإلى ما لك معناها انك دجال. هذا يدلكم على ان رجال ما يتكل دينه ولا يتقبل اي فتوى من رجال ما هو معروف عند اهل العلم. اهل العلم يوك عينهما ما هي الناس اللي ماشيه تخبط اله وتخبط اله بدي رجاش بعقله يا إما يفاصل بين العلم اللي مولاه خايه من مولاه والعلم المولاه يتحرى ويحني. واما رقاش الله جهاز اللاني تعصر يقوم يصب هذا واضح في انه ما هو مريش. حد خايف ما يقد يتالب قدر من الكلام ماذا هو متكايس وذا هو لك محوشي وذا هو لك ما كذا. واما ذا لله صبعي هذا واضح انه ما هو طبيعي. والله ما فهمته. رجع لك اللي صادق عنده مارة لا قاعد السؤال الوجه العادي تسأل تقول له انت جيت المرصى يعني يعود صادق يقول لك ايه جيتها وجيت في البلد الفلانية ودخلت على البوت ذوالك هو إذاعة قاع ينين يعود صادق ومتكايس تقول له انت جيت المرصى جيت ايوه اجبرت كذا يتكايس. ومرة يقول لك الكلمة ويقول لك قلت لك ما هو حق انا اجبرت اللي فلان غير ما اجبرت فلان. ذوالك يكذب راسه متبارك مع راسه يردوا اياك يعود المتكايس لعله يكذب والله يجي. هذا في مرده يعود طايب عليه ويعرفها غير متكايس لعله لسانه يقول شي ما هو حق. هذا الصف مرده في البديه يعرفها فكيف شريعه مولانا اللي في هذا من الاختلاط وفي هذا من الالتباس وفي هذا من المتشابه وفي هذا من شنو
والله يا ماكم قابرينه. شوفوا انا اللي علي اللي نحاول ننصح على قدر اللي نعرف. وتقول موريتاني اللي مشقرش يدير شي يهبله. عندهم بعد والله عند واحدين منهم يا غير ايش قالوا موريتاني اللي اعطى الفيض ما يسمى بخيل. اللي اعطى الفيض ما يسمى بخيل. حد يبذل مجهوداته. عادة رجاجن يخلص المولانا يوفق مولانا. راجل من الله الإخلاص. يعود اللي لو ودروا حق ولا طرت هك وطرت تراعي في حق وانما داخلتها الاغراض. وعليه مادة حس يا اخوتي. هذا قلت لكم لان الليله بدايه الاسئله. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان مره يسول كتاب ظاهر لي ما هو خل يسولوه عن مساله يقول لهم حنوني والله يسكت يتحرى جبريل. ومره النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويسول جبريل يسكت جبريل. يعني يجبر الخبر من علام الغيوب حد يتدخل. نعود احنا داش ماشي يدرع. اخبط في المسائل اللي نوازل. تقول له قلت لك هو قال لي زوجته انت كذا كذا هذيك ما طارقه. من قال كذا 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 هذيك ما خاسر فيها شيء. انت قاعد لا رويش الهون من ما خاسر عيشي. لا صالح لا حتى ما تكاد الصبح وقال حرام قاعد. حتى انه في واحدين ما يقولوا حرام ولا يقولوا حلال مع انها بعد رجالكم كلمه حرام في مساله ما هي قبال واضحه ما تنقال يغرقع لا ماشي. يعني تعود مساله حرام يقبض ويطفيها لحد يعود فيها شيء ثقل. يقول لهم هذاك ما يتواسى يعطيك يقندي ما يبرع. انت مجنون ما تتواسى شنو هذه العباره البارده المنسوخه شنو هي مساله حرام واضحه من الشريعه انها حرام تقول له ما تتواسى. ذيك شينه ذيك ما تعدلها الناس المعلومه يعطي قاصمه. انت مجنون. انت تشعل احكام مولانا عاديه وتو هي القلوب تعود ميته وانت موت يعمل كامل. يا عباد الله اذا نزلتوه فهمتوه. اللي منكم ان شاء الله منور مولانا راجل من مولانا تنوير البصيره اللي منكم يعرف هو في نفسه ان ذا اللي نطرح لكم من المارة. وهذا واقع 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 واقع. ذاك مدى ماشية تتراقف كل خاطر يعود عالم وكل خاطر يعود كذا. وهذا طارئ ما فيه اليوم حكما مسجد ما إمامه يفتي. والناس الجهلة الواحد اللي يقول لك والله يشكل علي حكم وجاي تسوى الإمام العادي يعرف الله صلاته تمشي تتسولوا عن الحلال والحرام. والإمام ملي شين عليه انه امام باطع امامته ما كيفته الناس. جاي حد يسول يقول له يا ما نعرفه لكن ملي متي ويبقى هو والشيطان ثم يطاع صوته. كانوا لا ينطعصوا والله ينطعص الشيطان. واحد يعود يقري محضره لا صراته طيبي تلحق بعض الجهله يقول لك والله صورت هون يوقع راجل صراته طيبي. صراته الطيبين يا غير ما يعرف شيء. صراته الطيبين يا غير ما يعرف الاحكام. امام يا غير ما يعرف الاحكام. افقيه المساله يا غير المسائل الاخرى ما يعرفها. الامام مالك يعود قاعد معاه وحدين اخبر منه في الحديث عليها اكثر ما حفظ امر الحديث. مالك يعود قاعدين معاه تلاميذ من ناحيه حفظ الحديث ذل يعرضوا منه ما تعرضوا مسجله. ومع ذلك الواحد اللي يصنت الامام مالك ذا الله يقول شنو. لماذا؟ لان مالك يخلق تفتيش الروايه اخبر في المقصود من الدليل. والتلميذ مثالته مثال تلميذي يعرف الا نص الحديث والله يعرف الا نص القران. مثالته مثالة مولى فارماسي. العمال اللي في الفارماسي ما يعرفوا المرض. عمال قدوا يعطوك الدواء المكتوب اللي قد يعرف دواك ويعرف نوعية المرض اللي فيك ذاك الدكتور المتخصص في المرض ويكشفه. يعني يكشفه يمشيك للصيدلية تعطيك النص عليه الطبيب
خارجين علماء الفحص والكشف، وخارجين علماء لا حدهم قلت له هذا عرضته على طالبنا ولا نقول لك ذا اللي عرضته عليه يا غير ما يعرف البحوث ولا عنده فهم، وحد يقبل منهم العلم اخلع. والله انتم لا تشوف واحد في الفارماسي يقول لك والله جيت هون الصيدليه وجبرت فيها انسان مسكين ما شنو لا قرا اسماء الادويه وخرص اسعارها وعدت الترين تجيب الوثيقه من الطبيب المتخصص اللي فحص بولك وفحص دمك وفحص كذا وعدل لك وكشف وتلفسك وعدل الامور، ذاك اللي غاص فيه وتعمق لين حدد المرض شنو هو اللي قد يكتب لك، وعاقب ذاك مولا الفارماسيين ومولا الادويه يعطي المكتوب له الى ترى يتخطى حدود ويخلي الامه ويهلك. هذا ماله ظاهركم يا عباد الله. العالم اللي ما يعرف مستندات الادله ويعرف الذي يفتي به هذا خلي على الامه وعلى راسه. والله ما فهمناهم ولا هذا اللي قلت لكم ما فهموه ولا يبقى رقاش ما علمتوه به، انشروه في ياسر من المسلمين. لا واحد احلايا هون شيخ محضر ومره قاعد لا حد كامل الشيباني ذاك عالم قال لك شيباني وابو عمامته يوقي راجل كبير من ذيك الناس المتحدله ما ولا يقول يكون شحال يقعد مسيكين قاعد اشتغل. شيباني ما يعرف سبه من هذا كامل، واحنا موريتاني نعرف باطاك حارنا، وانا راني ماني معجب به الشوابين لعل يسمعوا كلامي. عيني عليه ذيك الناس مسكين اللي يطيح هذا حاصنا به الظن وهو قيل عليه انه يقول لهم انه جاهل وهو لا يضجعوا ذا المخلوق لو خاف. مرة انا يصولوا بيا اللي امراض ما يقدعوا جاهل بيا اللي شريف. الشريف يا غير ما قرأ، ابوه ولي يا غير ما قرأ، ابوه عالم يا غير ما قرأ. يا مال يا اخوتي حق الله الواضح. اذا اللي مكم شاف الناس لا يتخلى يقول لهم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلوا، العلم ينقبى ولا من اهله، كما انك انت تداوى ما كل طبيب لا يجي إلي قال لك هون طاري دكتور متخصص يفحص ويتأمل ويعدل، تمشي شهر ولا تدخل عليه ما هو بكلام الفضة بكل مديون لك انه يتحرى وانه يدقق وانه عنده خبرة وانه شهادات وكذا تلود لصحتك. ايش ما حد يذكر لك، ما تسول في دينك ليش ما حد يذكر من العلم. الا من هب ودب الدين وتعبد به ربك على انك انت مستهزئ بالدين ولا همك الدين. زماركم سمعتوه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إني لكم ولنفسي إن شاء الله من النصر، إني لكم من الناصحين. الإمام مالك مع فضليته ذا العاطيه مولانا إمام مجتهد مطلق، يعني عاد مثل عند بعض الناس لا يفتوى في المدينة مالك، وهو هو قاعد في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا اللي فيه من العلماء والفحوش ما هو عاد. ومع ذلك هذا الراجل قالوا انه حضرة الوفاة قام يبكي، قالوا له مالك ما الذي يبكاك؟ لأن بكي رقاش كبير وعظيم لا يخلع. هازك مبكيك شنو؟ قال لهم بكيني خالقه مسائل قد طفتيت فيها وحسب العلمني الله فكرت واللي ظهر لي فيها كذا، ونعقب ورا ذاك في اخر زماني نجبرني اللي فتيت به ما هو صحيح، وخايف لعل يعذبني مولانا على ذاك. قالوا له يا مالك ما هي مشكله، قول ان احنا ذي المسائل ونلقطوها ونحذر الامه منها وراء. قال لهم انا قال لهم بسم الحال ندارك بروايه فيها اللي يقبضها مني وراه لقي ربه، ولا نتخاصموا كاملين بين يدي الله. هو يقول قال لي مالك، ومالك الطالع في اخر عمره انه ذا قال ما هو صحيح. عمر بن الخطاب طلع على المنبر يوم الجمعه، امير المؤمنين عمر اللي قال الحديث ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه،
وقال له الحديث الشيطاني يفطن لك يا عمر يهرب من البدية كان. ومع ذلك اطلع على المنبر فيما يروى وقال لهم أراني، قال لهم حذر أي رقاشة لا يعطي نمرة صداق أكثر من الصداق اللي صودق به النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته، حتى كامل زاد على ذاك اللي قطع النبي صلى الله عليه وسلم وبناته اللي عليات دور نعاقب ونقبض المال الزايد ونواسل وكذا. راه قرار صادر من رئاسة الدولة، أمير المؤمنين عمر على المنبر قدام قيادات جيش الأمة الإسلامية، أمر رئاسي عاجل مهدد فيه أمير المؤمنين عمر وشغل أي خالد. لاني نوفى من الصلاة ووفى من الأمور وقفت عمره كانت حاضرة لمسيت الصنبت، قالت يا أمير المؤمنين أنت اللي قلت تخطيت في حدوده؟ قال له مو هذا الجار ما تخطيت شنو والله كذا، ما هذا باط معناه تقريبا. قالت رؤى يعطينا الله وتمنعنا أنت. قال له ويحك نمنعكم أنا مولانا شعطاكم ومنعتكم أنا. قلت لي هو شو؟ قالت له شوف انت قلت نحد زاد على صداق القدر كذا على انك تعاقبه وتعدله وانك الزياده ما تتقابلها وكذا، واحنا قالت اعطانا مولانا ان نقدر صوتكم بمال ياسر. قال له كيف ذلك؟ قالت له وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، والقنطار قالت له في العربيه المال الكثير الوفير. عنده من يخفضوا اصواتكم، عنده من قالت هالو ارجع وتريخ يتكلم. قال لهم كل الناس يعلم من عمر اخطا عمر واصابت المراه ذا قالت مد قاع مداق ركابي عند المنبر مع امير المؤمنين، ما كان متفطن لروايه منبهتوا عليها امراه كانت حاضره المسي. تو معايا ام الامام الشافعي قالوا انها قطوا عيط لها لا تشهد قدام القاضي، والقاضي قاضي ذاك الزمن ينقبى ولا نقيره، وقام نافتها وعيط لها وقعد مرة اخرى يفزرها والله الهيه منها اسمعها ترد معاها. قالوا ما يتفرقوا انتم من دوركم تشهدوا لا من حقكم تقعدوا في بريده لعل واحده تلقى الاخرى. قالت له انت بعد قالت له لقيت غالط فيه، انا قاعد هنا قعد لها معاها وانت من سولها وتسولني كانت تذكرني بشيء تعاوني لعل نعود نسيت شيء ذا اللي نهيك. قال له هذاك لا يحل لك. قالت له يا مولانا قالت ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يا القاضي انت قاضي ما انا قاضي سول عنها عقبتها من ما قاعد يولدها للامام الشافعي اهو مرقب نوها ما فات قاعجه. اي شو غريب، واحد يرد عليه يقول له القضيه ما هي كذا، يطلع عنا واحد من هب ودب ما يرد له حقان موريتاني طق يا اخوتي تلقاه يحفظ القران يعود يحفظه وخيرت به واذا ما كيفته شيء غير الاحكام ما قرا، هذا حلال وهذا حرام ما قرا، يعود امام يعرف احكام صلاته وجزاه الله خيرا والمطالب به الله، ويعود فقيه غير ما يعرفه. قال الامام الحافظ البيهقي في مناقب الامام الشافعي قال سافر اثنان من محدثين وانهم من يسافروا فيهما الامام الشافعي مسافر ومعاه عالم ثاني ذا اللي خالق لهم الاعراض، هو مولانا مره يفتحك من قد الاعراض يا غالي يقف لك من جهه الفهم، وغالبا لقاش اللي عراض ما هو فهم، وغالبا لقاش اللي المساله لا تقوم داخله فيه تعود اللي سريع تروخه. شفت التراب اللينه تشحر بالحجره ولا يحصرك شيء يا غير اللي درت فيه يدن عليه السل بالحجره. التراب القاسي يقاسي عليك تدخلها فيه
يا غالي يديروا يا نبي يا قساويتي، والإنسان مخلق من التراب وفي طبيعة التراب. قال لهم هما هذو العلماء الاثنين الشافعي ومعاه الآخر إنهم سافروا وهما كلهم يعرض الحديث، قدروا الآخر عرض للحديث من الشافعي. الناس المتعدلة ممكن ومدة تعرف يعني انت الجابر بيناتها تتفاهم، لأنها كلها يعرف حدوده، ويدخلوا بيناتها الشياطين الإنس والجن يخسروا ذاك، يركب ذاك الشيطان ويركب ذاك الشيطان وتعود ما فيها لقياد عادل الحق. رزقنا الله التوفيق. قال انهم قال الإمام الشافعي للحافظ المحدث اللي معاه، قال له قلت لك حانيني نقول لك شيء، أنا قالوا نحن نقول لك بصراحة. قال له أنت، الإمام الشافعي يقولها للراجل اللي معاه، قال له أنت أسرد للحديث مني، معناها عراض للي في راسك من الحديث ما يوفى. قال أنا أفقه منك، تعال. قال له تم أنت وخض لي أنا الحديث ونفتش لك نعدل لك فحص فيه، يعني نوخض لك المعنى المراد. قال والله فبدأ يذكر له الحديث ولاني يجيب له قاع الشافعي مبيقة ما كان فاطل. يعني قالوا ما انتهت الرحلة، قالوا والله أنا أسرد منك وأنت أفقه مني والله. احنا قالوا والحقيقة ما هو قاع متقارب. تعرض عليه واحد من العلماء من موريتاني قرأ في محضرة حتى تخرج، وعاد يعتبروا العالم اللي فيها انه خالق له من العلم وعاد. قالوا فتحول الى محضرة اخرى يقرا فيها، لان المحاضر موريتاني كانت. قال ولا قد نقولها لكم لعل تخلق الحساسية. موريتاني ما قد تذكر لنا ما قالوا، حتى ابويانا وحتى اخويانا وحتى احنا ولذلك نخلي ذا مغطيه بقطوياك تمنى اللاحي الموتوح على ما تدخلوا الاغراض. قالوا فتحول إلى محضرة أخرى فسئل عنها كيف وجدت شيخك الجديد ومحضرتك الجديدة. قالوا من اللي قد أقولكم إلا أني جئته منتهيا فردني مبتدئا. قال لهم جيت منتهي، نعتبر أني ما خالق شي بزال باقي بأخلاق، يعني جيت فرفر لي علم آخر وأنا قاعد في الابتدائية، ذا المشاري اللي طوح لي فيه ما قد سمعت. يماركم سمعتوه؟ يعود الواحد يقرأ كذا وهو عالم آخر. الإمام الشافعي ما حد مع مالك، هو تلميذ مالك، ما حد معاه في المدينة وأطراف الحجاز تم يتعلم عليه وعاد عالم جليل ويفتي. قاس شوي العراق ولا طاط على بعض الحكايات، قاس مصر. اللاني جال مصر أرجع عن كذا من علمه اللي كان يفتي به، وعاد قالوا مذهب الشافعي القديم ومذهب الشافعي الجديد، مذهب قاع. وعاد العلماء الشافعية يقولوا انه ما ذهب اليه الامام الشافعي في اخر زمنه انه ناسخ للمذهب الاول. وشاوا العلماء واختلفوا. عرفتوا اني ما ثلاث الاسئله بعد طارت لكم الاسئله قاع، هذا ما ثلاث الاسئله اللي كنتوا حالي لها وفهمكم. واحدين بحق انهم عندهم يسولوا عن الكنبس وعن الكلوه وعن شو من مريدات، والله شو من العلم النافع واخير يا غير اشتغلتكم بروايه ان يمتين وله بسيط. قلت لكم ماذا الان؟ قالوا هذا التالي ينسخ الاول. جاءوا العلماء واختلفوا، قالوا قلت لكم ذلك. أنا عندي بعض العلماء اللي عندي كتبهم من الأولين أخبارهم ما هو أرضنا ولا هو زمننا، يعود الكتاب بينوا تعارضهم على الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس. يقول في الكتاب الأول يحلى، يقول في الكتاب الآخر حرام، يقول في الكتاب الآخر مكروه، يتردد ويتناقض في الكتاب الرابع. ومرة نقبض الكتاب ونكتب انظر إلى قوله كذا في الباب كذا، وانظر إلى رجوعه في الباب الفلاني، وانظر إلى حاله في الثالث، وانظر في الرابع. الراجل يألف ومع ذا يتناقض أقوال. لا عالم قاع واحد بسعة العلم وبها المخلوق يطرال علم وينسم الليش.
قالوا العلماء رواية غريبة. تو بالله عليكم فاهمين الكلام عارفين وكاملين. اي قالوا على انه جاء واحد من العلماء قالوا قلت لكم احنا اجبرنا عارف وكلامه التالي سابق يموت، اقدم يتعارض لنا مع كلامه الاول، حد ما زال شاب وما زال كذا، وتعارضون ايهم نقبوا به؟ هل الحجة في المتقدم ولا الحجة في المتأخر؟ قالوا واحدة من العلماء نقبوا لا فترة لقوي ما زال شاب وما زال مقتدر على الفهم وحاضر ذاكرته، لأن ذلك أحرى وأقرب إلى الضبط والإتقان، لأنه ما زال قوي ما في نقص في أذنيه أطرش ولا في نقص في عينيه، وفهمه ما زال شاب وقوته. قالوا واحدين ما الله نقبوا لا التالي السابق يتوفى. قالوا لهم ليش؟ قالوا ذوك اللونين لأن قوته وإدراكه عادة يعود أقوى في بداية عمره. قالوا الخلطة الأخرين نقبوا لا التالي لأن التالي يعود إطلاله خارجة فترة من الشباب والقوة والاندفاع ما ترات خارجة، مر عنه قدر من تبعريص الطبيعة، وعاقب ذاك ازداد علمه مع طول السن باش يكبر يطلع ويسمع ويفهم، وبالتالي يعود عاد يقولوا راك موريتاني فلان طايب، فلان ذاك مازال متبعرص، فلان الصا طايب، شفتوا ذاك طايب عند موريتاني يدوروها. قالوا فكلامه في آخر زمنه أولى بالأخذ من كلامه في بداية عمره وقوته، ولكل وجهة. انتوا معايا والله ماكم معايا؟ وعليه حد يا اخوتي يحذر بالله عليك. ايوه مدرك كان يكفي انه عود عالم. قال ابن عبد البر في التمهيد وغيره قال قال ان الامام مالك قال انه راى وعرف علماء في المدينه علماء لا ياخذ منهم شيئا. ساعة ما في السياسة بلا شك، ولا في جوجل ولا في الانترنت ولا في من التناتير، والجاهل ساكت والعالم هو اللي يتكلم، ونيت يتكلم الجاهل ينحبس، والعالم يقعد ما هو معروف بالعلم والكياسة ما ينقبل يقرب منه، ما ينقبل علمه ولا عاد قاضي قاع ينعزل. توا معايا؟ قال لهم في علماء يعرفهم في المدينة يقول انهم علماء ومع ذلك لا يأخذوا منهم شيئا، خايف منهم. من درش له يقول انا في زمننا اليوم. واصلا يحلم عني وعنا كاملين، اللي ممكن ما يختار يحلم ولا انا عنه شيء يعني. تبان وحدين بارد عندهم قامة. كنت نقول في دروس ما حد يك الساعة ما انا راك طرالي قدر من البرود وطاري لي ياسر المسائل اللي ما كنت قاعد يسخن على اللي نقول. عطالك راجل قايل اني مطابق ويعطيني خيرها ومتكايس مع ياسر بيا اللي طالعت على ياسر من الامور ما كنت فاهم. مرة نسكت بيا اللي خايف الدنيا لا ترافد، ومرة نسكت خايف لعل يعود عنده ترتيبات اخرى، وعاقب ذاك حتنسوى الواحد انت من خايف لعل يعود مصنع مجنون يجينا ينفتيه ذا هو يتبرم على المرأة وتري يطرشها والله يتبرم عليك وعدر دقيقة. وبالتالي متكايس مع ما استطعت، متكايس مع هذا نستانس معاه بيلي انا نطفي ما نقدي الناس للنار ولا نسبب لها المشاكل. ما استطعت حتى متكايس في ذاك بيلي ما نعرف موريتاني فيها شي حم وشوي ما هو خالق يقدي ناو، ونعود متكايس مع الواحد هامن نوصل والقديت والحق غير بطريقه مطابقه. شوفوا كنت نقول ومزيد قايلها لكم انتم الليله بمناسبه بدايه الاسئله يعطينا خير، والليله قاع وليله غدا ان شاء الله موريتانيا هون يحركوا فيها واحدين بمناسبه النصارى. شباب
ورجال يعودوا قراوا هذه الثقافة الفرنسية، قراوا على النصارى وقراوا مدارسها، وموظفين الواحد اللي تدخل داره هو لك ما فيها مصحف ولا فيها أذكار ولا فيها رياض الصالحين، يا غار فيها رياض الفاجرين، فيها جنافريك وفيها لوموند وفيها المجلات والجرايد وفيها النشرات. ما يتكلم رئيس ولا منظمة ولا هيئة ماذا هو يختارها تقعد في داره ويبات في هذا ويظل لا ترى في بيته ولا داره على معنى انه مسلم مولانا. عادوا يحتفلوا بالنصارى وعيد النصارى، وكي قال حد من الاخوان هاروا هذا بارك الله فينا وفيه، قال ملاحظة زينة، قال راعي بعدين يجي المولد، تعرفون موريتاني اذا يمثل عليكم ها يوم المولد ما هو عيد وفصلنا منه وهذا بدعه، وفلان قال انه كذا وذا ما هو حق، ولا عدلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عدلوا اصحابه، ويقيموا العياد سابق يجي عيد المولد. يا غار قال لهم ايوه راعي ضرك عيد النصارى الناس تحتفل به وتمثل منه ومعايا ما هي كلمه. هذا راه لكم يفضح. هاي المادة اللي قاعدة بين المسلمين ما يمخليتها تقول إن تفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاذ نصارى قاع يحتفلوا فيه غرق ديار ومبارات وبرقة ينقداو فيهم اللمبات وتلحق جميعة مجمعة وفرحانة، ولين تقول لهم ذا مناسبته يقول لك مناسبة المولد معناها الميلاد بمناسبة النصارى. هوالك هو قلبه وتخمامه وعشقه متعلق بالنصارى ويرشور، وهذا بنات المسلمين. وإن شاء الله السلطات إنهم إن شاء الله يوقفوا بعض ذلك بأن ضعفاء العقول والناس اللي يشوفون عادي العياذ بالله تطفكم الموجة. هذا فيه العليات الشابات اللي الواحدة مصفرة رويصها وقابضا عيلاتها تكفط ما خاصة ما هو تجيها لرياحة جنقطها تجيب على حنيقرتها، وذا هو لك ذا الشيطوه يتناتر تريكة مدارس وتريكة شيهاني، وهذا غريب على موريتاني. ومع ذلك الخلطة اللي تقول ان المولد النبوي ما يحتفل به مثل ما تتكلم على ذا مخلي الناس تخلق. قولوا لهم ذاك إذا سمعتوه كنتوا نقول لهم في الماضي نرجع. أنا أني محذركم ولاني مطول في ذا بيلي في تتكلمت عليه سابقا، والحمد لله وراه موجود الحمد لله في الأشرطة والدروس، وبالتالي إن شاء الله يعطي مولانا يعود كافي الإشارة من نور الله قلبه لهم رجع واضح النصارى واليهود وتو. كنت نقول لهم في دروس ماضية اسمعوا ذي المارة ومسجلها عندكم الليلة تعودوا متطابقين وتفهمون. أنا شوف أنا ماني معيب حد، وذوك اللي يقولوا على أني العلماء ما كن فيهم، أنا العلماء على راسي، أنا العلماء على راسي ونحترم. يا غار نطبق فيهم رواية قلت هذيك الساعة للدولة اللي حكمتني اسمعوا ينصار تعودوا انكم تكبروا سرا. اي ذيك الساعة يسولوني مسؤول كبير في الدولة، الله حاضر العاد قاعد ذاك التقرير مازال عنده، سولوني قالوا لي انت الدولة ما هي دايرة فيك الثقة وماشي تعيط والدولة تقبض علماء ناقرتهم هي والله واثقة فيهم وتديرهم وزراء وتعود ذاك الله يقولوا لها يجي وتصنتروا وانت قاع مالك في ذا ماشي تعيط وتو. لماذا تتكلم ومالك ما تخلي راسك وكذا كذا تخليك من هذا الهم لمولانا جواب. أنا ماني جاري في المدارس الأساسية أنا ماني جاري فيها. اي راد مولانا اللي جاوبتهم ذا الجواب مذكرين عندكم قلت الحمد لله في كلمات ماضية قلت لهم شوف أنا ما في الثقة ولكم دايرينها في يا غير احنا علمتنا الشريعة انكم إذا قبلتوا عالم ودرتوه معاكم وعدتوا تصنتوا له نهي نطبقوا احنا في درس قراتوا لنا الشريعة في الصلاة قلت لهم نقبوا إمام ناقرين وخاطرين وتاكلين عليه دين ونقدموه لقدام وما حد ما فاتح حرم ما نحرم وما حد ما فاتح كم ركابين ما نحكم ركابين
وما حد ما فات السجد ما نسيته، وانت متابعين انه على واطياته ما نتقدموا عليه وقدامنا وذي الامور كان قال عندي من يقعد بينا في الركعه الاولى وحصوا التحيات لله وكذا نجوا واقفين كاملين ونعارضوه كاملين يا غالب اللي بأدب ونظام نقولوا له سبحان الله. معناها يا الإمام أنت قعدت قعدة ما يجي بلدها، أنت غلط، إحنا تابعين الحق ما أننا تابعين ذاتك أنت، ما حدك مستهدي داير إنه قدامك ولا تسمع كلمة ومتأدبين معاك ولا يتفركش وفركشوا عنك. قلت لهم نجوا واقفين ونقولوا له سبحان الله، نعدلوا نوع من معارضة ما تعرفوا المعارضة مرة تدقدق القدحاء ومرة تكسر الوتات واحدين منها ومرة كذا، أيضا معارضة إسلامية طيبة طاهرة. يجوا واقفين إنهم ضده كاملين ويقولوا له سبحان الله بالشور مكياسة، يحافظوا على صلاتهم ويحافظوا على الأدب ويغيروا المنكر في داخل الصلاة. والدليل قلت لهم عليها انه عند منين ينتبهوا ويقولوا له سبحان الله يجي واقف يسكتوا عنه. احنا لا معارضين المنكر ولا معارضين بلاصتك انت ولا ندوروها هاك سمعتوه. إذا يرجع واقف وكذا إذا هم اللي قلت لهم يجيب من 4 ركعات ويوقف نابد الخامسة نعارضوه من قعدوا ونعارضوه ونقول له سبحان الله ولا يتبع منا رقاش لأنه لا موافقة في مخالفة الشرع. هذا ماله واضح. إلين قلتها له عندي انه لا عاد حاكم قلمه ما هو قاعد يكتب ذا لأن هذا درس من الصلاة لا يقدم قاع للمشاكل. تم يدور مني درس من السياسة أنا قاع ماني من أهل هذا. يا غير رديت عليه بذي المسألة الشرعية في الصلاة إذا قال لي يشره ينفضح وإذا عرفها ينقلب ما شاء الله. حق الله شفتوا ذا النوع من معارضة اللي خطير. إلين يقول لي يشره كذا معناه أنه عادة تلميذي ويدورني أنا أشرح له يشره ولين يقبل هم اللي يصرط هراه انقلب استر راسك ذا اللي حركت ويلك منه ذا اللي الصاخات اللي علمكم انتم. راني اعطيتكم ذكريت عندكم ذا الموضوع اني انا اللي نبقي من السياسه واللي نبقي من معارضه والموافقه اللي واضح قابل طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما يخسرش على حد ولا يدور بلاصه حد. وهذا يسمع واحد من المعارضه ده يقول احنا الصلاه شو ندور؟ احنا قصرنا نعارض وندور اللي بلا يوصل. هنتفرق بالصمم فهم. انا الصلاه ما هو غايتي. المهم اني نقول لا الوقت ساعه كنت نقول لهم وليش عن نقول هذا كذا كرتوني توام مشاكلكم وتخمامي في اللي يحرك من الدنيا الفوضى كلها يفتي ما فيه مسجد ماذا هو فيه مفتي ولا فيه داعي اليوم ما يفتي. انت عود داعي بدل تعرف يعرف انك جاهل. هو ما هن لقى عاد من الدعاة يعود يعرف. انت مشيت من عند اهلك تعرف انك جاهل. اعطى مولانا انك عاد تصلي في المسجد مش تطهر لكن اللي تعرف من شي واضح لك قوله وخليك انك جاهل ما تعرف. ومرة يستعمر المرية ويجيها ويقول لها أنا من الدعاة يا غير جاهل. تلميذي تختار الخير وتو. أنت إمام سيد يا غير ما تعرفه. أنت من أسرة من أهل العلم يا غير أنت جاهل ما قري. يا عباد الله إذا لا الحق وتو ولو خرين قالوا الخسوا. تعرفوا اللي قلت لهم اصلا نعطيهم سياسه اسمعوا السياسه اللي عندي انا قال نقول لهم حد هذا زمن الحمد لله ماضي العذر قريب من الحمد لله 13 سنه ولا هيك. نقول لهم حد كامل من العلماء والله من الدعاة والله من غيرهم يعني نشوفوا يتكلم في الدين وكذا وهذا ما يتواس وكله لا اصبر عنه وتعالى له يعود عالم سولوا سمعوا الشركه هذا دور توصلت له حتى به اللي فيه المشاكل. احنا موريتاني لو بدو لا المشاكل ايه حتى منا اقبل الصبر عنه وتعالى له مره هو ما عندك مشكله ولا هو فاطن لك قل له السيد الفقيه والله العلامه انا نختار السولك من درى لقاش قال زوجته انه محرمها والله قال لها انه مطلقها 3 مرات من درى كان هذا مثلا في ضوء يتبرم عليك وما يعرفك ولا منك معاصي يقول لك ما ايه حرام
هاي المرأة مرقت رقبتك وذوفة اصبر عنه وننعود فترة أخرى. شوف كانك تستدعاه وطوشن له عدل له ندوية وجيبوا لمكانك واذبح له عدل له شي من الكرام ما هو عادي. ولا تفطنوا بشي إلين يفوت يوكل ويطوشن ويستراح ويشرب اتاي ويتمونه. حوز عليه بالشور انك تليميدي من الطابق وانت رانك فت سجلت فم عندك رواية سولوا قول له ورقاش طلق مرته وهرت مرات وقال له كذا كذا من درا كانوا عنده ضوء وانك متميز كان وانك طائح وانك خالي وذري. دور يتبرم عليك بها اللي طوشن وبها اللي يشرب تاي. دور يخلق فم معركة ما تعدلوا ذي الشركة العلماء إلا من ندر. ما فطلت للواحد عادي يتخمم قلتاش يتفكر يلود لك الطريق يوخلك اياك هو يتدرب في النار. ايوه واحدين منهم يعرفوا الروق. الواحد ما يقول لك ان كذا ما دمت دهنت له لحيته وما دمت قبلت اخلاقه. مره ما يقول لك انه كذا يقول لك هيه لا كامل اللي قد يخرص فيه لا كامل اللي فيه نقاش لا الصر ذاك معاك وقيم وتهرانك جربته وقد عرفته فانتبه. إذا فهمتوه يا عباد الله شوفوا أنا ما قلت عالم فلاني قلت في إمارة بالكم له سلاح وتوفي تم الواحد والله رفدوا فوتك وقيم به وعدل به كورسات ولا يبقى بريدة قال لك انه يدورها. ما قلت له والله انا ماني عشلاء ينين يطيب اخلاقه وانت تصورت والله قد سمعت يفتي. طرح له السؤال تقول واحدين هذا قاعد يجوز المسلمين والتطلع على عوراتهم. انا مولينا هنا عرف اللي قدامي كانوا طبيب والله منسوخ كانوا يعالج والله لا يخلي الامه يا كانوا اللي يقول لي يتقي الملك فيه والله ما كذا. انا يالتنا اعرف اللي قدامي عنده منين ترفدوا تطرحوا بلاد الفلاني يقول له انا يا اخويا لا نقدر نسولك على سؤاله جوالك هو عاد در وعاد يصنت لك وهو تعرف اصلا اذا كامل يصفى صيوله وقابله. يا عباد الله اذا شوفوا اللي ممكن كذب فيه الا الليله هذه توه يطرح البال ويشوف دور يجبر شم الغرايب والعشايم ما قد يصور. اقسم لكم بالله يا انا هذه المسائل اللي تسمعوني نطرح تبحروا الاخبار وانا من قالوا لي واحد تاجر وعنده قدر من الامكانيات تميت يسولني عن حكم وسابق نتكلم له قال لي عنا كان ندور الله حد يوسع لي ندور الله لقاه يوسع لي انا هذا الشرط. وذاك اللي قلت لكم بدايه الدرس الليله وهو انه الواحد يعود اللي يسول عنه وغايته معدل يا مرصى معدل ان اختلاف العلماء يعني انه نوع من مرصى وتوه يرته ولا يكثر من سؤال يجبر غايته. يدي المارة اللي منكم عنده درايه والما كان يعرفها لا يخرصها وعليه. شوف انا ما على باس ما اعترف باني ما على باس ما نعرف شي نعرفه نحاول نعلمه المسلمين وشي من شي ما نعرفه ماني قاعد مترشح واللي منها عاد شنو السما وعاد تراه قول له فلان ما تكلم طرح مارة. هذه المارة حد عاد فيه لا يلومنا الا نفسه حد ما يفيه الكلام ما يعني. ومرة يعطي مولانا يعود الواحد يطفش في ذا اللي نقول انه ما هو خالق وانه جهل وانه ما هو كذا كذا. مرة يتمنيني من لط مولانا معاه مولات خيمته يقول له انا الصلاة يورطكش ما قالوا فلان قاع مانينا الصنة ابدا. ويبقى ذاك العالم انا يختار عني ابليس بهاش به اللي مولات خيمته لا يقول له. ومرة قاع نعرف واحد يقول له مولات خيمته تقول ايه اسكت انا نعرفك واسكت اصمد شكلك انت نعرفه ما تغرني. يقول لها بدانا عرف انا ما هو حرام يقول له تقول له عقل اسكت استر راسك انا نعرفك. ايش نعدله هو لا مولانا وحد معارض قضاء مولانا وقدره لا يكراسوا على الحيط. يا سمعتوه اللي ممكن يدور الاغراض ويدير ذي الامور لا يجي. وذاك البين لي مولانا راجل من الله التوفيق ذاك البين لي مولانا
يا غار ما ندور لكم ما هو الخير كام، وندوركم تتعلموا دين مولانا كم، وتعودوا علماء فرد. إياك تعودوا تفاصلوا بين عالم وجاهل، وبين اللي يقول سليم وبين اللي يقول خطأ. أيوة شوفوا، اسمحوا لي الليلة عدرناها عنوان الأسئلة ويا الأسئلة، بحذركم من أسئلة الناس اللي ما كذا ومبادئ معينة. إياك تعود مادة عنده ميزان، ما كل حد يسول، وحد ما هو مشهور بالعلم ومعاها خشية من مولانا ما يسول. حد تشوفه هون وتشوفه لا وتشوفه، ولا تخلق مرده ما هو لك ومشارك فيها. أنا بعد ما نعرف نقول ما نعرف. انتم مالك تعرفوا انكم تشوفوا عالم قابض الطبل وقاعد مع اهل الطبل، ايكم ما زال لا يستفتى فيكم. ما حدا يقدر يقولوا هو العالم، العالم ما ينقال له ذاك عالم، يقول له انه ما ترى مطمئن له، ما تتقادر اقبل منك دين مولا. انا ماني تاكلك على راسك. ايوه انتهى الدرس هذا. ان شاء الله استفدتوا اذا راهوالكم علم. قست بيكم الامام مالك وقست بيكم الامام الشافعي والمحدثين، وآية من القرآن والدليل على ان حد ما يقبل منه العلم ما هو بعد معرفته. هذا كامل أدلة، ما هو الا الكلام. ومن ثم قضيت لكم الامثله الموريتانيه اللي تعرف. يا بارك الله خطوب الدعاء يسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته عاجلا غير رائد بالعافية والسرور. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم داوي مرضانا واشف مرضانا. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك، وغننا بفضلك عمن سواك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اجعل بلادنا من احسن البلاد، اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التنام، ونحي على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم يا رب العالمين اجمع قلوبنا على التوحيد. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد وعلى ما تحب منا وترضى بمحض توفيقك وعنايتك. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما أعطيت. قنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.